بداية أوجه التحية لجميع الأصدقاء عبر تطبيق تيك توك أو باقي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإطلالة الأولى والتي حاولت من خلالها التفاعل مع عودة العلاقات السعودية الإيرانية، تأثيراتها وسياقاتها الدولية والإقليمية، وتأثير عودة هذه العلاقات على المغرب والجزائر بالخصوص. ارتأيت هذه المرة أن أتفاعل مع حدث بارز جدا، والمتمثل في إعلان المغرب تقديم ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس العالم إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. إعلان المغرب يعني تقديم ملف ترشيحه جاء عبر رسالة للملك محمد السادس، تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكي بن موسى خلال تسليم جائزة التميز في حفل كبير جدا أقيم في العاصمة الرواندية كيغالي. بالأمس عبرت الدولتين الإيبيريتين على لسان رئيس حكومتي البلدين بيدرو سانشيز وأنطونيو كوستا عن دعمهما لملف ترشيح المغرب. فقرر المغرب بتقديم ملف ترشيح مشترك إلى جانب كل من الدولتين الإيبيريتين لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ينبني على رؤية ذكية على اعتبار وجود مجموعة من المقومات المساعدة، أبرزها العامل الجغرافي، حيث أن القارة السمراء لا تبعد سوى ب 14 كيلومترا بحرا عن القارة العجوز، وإضافة إلى جانب مجموعة من العوامل المساعدة الأخرى لا يسعنا هنا المجال لجربها بأكملها. التفاعل الإيجابي من طرف إسبانيا والبرتغال تجاه قرار المغرب يعني بتقديم ملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 يحمل بين طياته إشارات حول استثناء الملف الأوكراني، بعدما كانت قد عبرت كييف في وقت سابق عن تقديمها ملف ترشيح مشترك إلى جانب إسبانيا والبرتغال أمام يعني الأوضاع التي تعيشها هذه الدولة الأوروبية والتوقعات باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. حاليا وفي حالة ما تأكد تقديم ملف ترشيح مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 سينافس ملف رباعي لا يقل قوة عنه، وهو الملف الذي تقدمت به كل من الأرجنتين والشيلي إضافة إلى الباراغواي والأوروغواي. علما أن نهائيات كأس العالم 2026 نالت شرف تنظيمه قارتي أمريكا الوسطى والشمالية بملف بطبيعة الحال تنظيم مشترك بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهو ما يعزز بطبيعة الحال الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وأنتم أصدقائي كيف ترون حضور المغرب بعد تقديمه لملف ترشيح مشترك مع الجارتين الشماليتين؟ تحياتي.